ازاي ناكل كحك في العيد وما نتعبش ولا نحس بتخمه ولا صداع؟ كلنا عايزين ناكل كحك وحلويات العيد ونتبسط، وانا دكتوره التغذيه بقول لك كلي واتبسطي، بس اهم حاجه تمشي على القواعد اللي هقولها لك دي. اول حاجه ما تفطريش كحك وبسكوت مع كوبايه الشاي بلبن. لما هتعملي كده وانت لسه طالعه من الصيام ده هيأثر عليكي جدا وهيسبب لك انك طول اليوم حاسه بالجوع وانك محتاجه سكريات، لان ده هيرفع معاكي سكر الدم جدا، فهيرفع الانسولين جدا، وده هيخليكي طول اليوم حرقك واقف وجسمك عايز سكريات كتير. تاني حاجه كلي من 2 ل 3 كحكات او طبق صغير بعد وجبه الغداء يا اما بعد وجبه الفطار، وتكوني واكله بروتين وخضار كويس، ويا ريت بلاش نشويات لانك هتعكي جامد قوي في الكحك والسكريات، فكفايه قوي كده. فلما هتكوني واخداهم بعد وجبه متكامله ده هيخلي سكر الدم ما يعلاش جامد، وبالتالي جسمك ما يوقفش الحرق بقيه اليوم. ثالث حاجه زودي قوي شرب الميه، لان السكريات والحلويات والنشويات عموما كل جرام منها بيدخل الجسم بيحبس معاه من 3 ل 4 جرام ميه، فبالتالي هيبقى عندك احتباس ميه كتير، والميه ما يمشيهاش غير الميه. اشربي ميه كويس قوي. واخيرا لو بتحبي مشروب القرفه والجنزبيل يا ريت تشربيه اليومين اللي جايين، لان ده هيساعد جدا جسمك ان هو ينظم معدل سكر الدم. او ممكن تشربي قهوه خضراء وشاي اخضر او تشربي مورينجا. اهم حاجه تاكلي وتتبسطي، بس ما تافوريش، مش لازم يعني نفتحها على البحر.